كلية خدمة اجتماعية. سمعت عن الكلية دي قبل كده يا عم. دي كلية ملهاش شغل. دي كلية اي كلام، فكك منها، شوف كلية تانية. بس في الحقيقة غير كده خالص. تعال اقول لكم يعني ايه خدمة اجتماعية. الخدمة الاجتماعية هي مهنة بتهدف إلى مساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات على تحسين حياتهم والتغلب على المشكلات والصعوبات اللي بتواجههم، سواء كانت هي المشكلات دي نفسية، اجتماعية، أو حتى اقتصادية. كلية خدمة اجتماعية هي بتخرج أخصائيين قادرين يتعاملوا مع جميع الفئات، من أول الطفل اللي بيتعرض لعنف أو مشاكل نفسية لحد المسن اللي بيحتاج لرعاية، سواء في دور الرعاية أو في أي مكان. الأخصائي الاجتماعي لما بيتحط في موقف هو بيكون قادر إن هو يحلل الموقف ده. ليه؟ لأن الأخصائي ليه عين بتشوف، وأذن بتسمع الكلام وتحلله، وقلب بيحس باللي قدامه، وكمان لو محتاج المساعدة ليه ايدين وبتساعد الناس، لأن دي أساس الخدمة الاجتماعية. طيب، مجالاتنا كتير جدا وتقدر ان انت تشتغل في حاجات كتير جدا، زي مدارس، مستشفيات، جمعيات، مراكز تأهيل، رعاية مسنين. بصوا، حاجات كتير جدا. حتى الشركات دلوقتي بقى احيانا بتطلب اخصائيين اجتماعيين. يعني ليك في كل مكان شغل. ما تجيش تقولي مش لاقي شغل. لو نفسك تسيب اثر في الناس، انت بتحب المساعدة، بتحب تقف مع الناس، بتحب ان انت لو حد عنده مشكلة او حد ما بيتعاملش مع حد ان انت عايز تساعده، وانت بتحب كده، يبقى دي الكلية المناسبة ليك. وصدقوني كنت زمان بقول ان اي كلية وخلاص، لكن لما انا اتعمقت فيها وحبيتها، صدقوني هي اجمل كلية. ويمكن دي الكلية اللي انا وانا صغيرة كنت بتمناها بس ما كنتش اعرفها. فصدقوني كلية خدمة اجتماعية هي، بس لو كل واحد اهتم بيها وكل طالب دخلها واثبت نفسه وفهم كل حاجة فيها، هتبقى في حتة تانية. والله في حتة تانية، لان فعلا هي اساس كل حاجة، كل حاجة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وقولوا لي رأيكم في الكومنت، وحاولوا تغيروا مفهومكم عن كلية خدمة اجتماعية، لان فعلا كلية في منتهى الجمال، لان هي بتساعد الناس. وبجد بتفيد الناس قوي قوي قوي. ولو الانسان اللي دخلها حبها وحب يطور من نفسه وحب ان هو بعد الكلية يزيد نفسه معلومات، صدقوني هتتنقلوا في مكان تاني. وطبعا خلي اهم نقطة عندك، اهم نقطة، ثقتك بربنا قوية. لان انت لو اتقنت العمل واتقنت الحاجة اللي انت بتعملها، ربنا هيبارك لك في كل حاجة والناس هتحبك. احنا دايما بقول احنا ما بندورش على الدنيا قد ما بندور على الاخرة. فيا سلام لو طفل او شخص انت ساعدته ودعالك دعوة، دي بصوا دي لا تقارن بكنوز الدنيا. شوفوا لو مال الدنيا كلها تحط تحت رجليك، دي لا تقارن. فصدقني لما تفرح حد وتدخل الابتسامة على قلبه، صدقني انت اللي هتفرح مش هو. واشوفكم على خير، باي باي.